مش عشان انت بتحب الجيم او فاكر نفسك بتفهم فيه فهتعرف تبقى كابتن جيم كويس. الموضوع اكبر من كده يا جماعه، وانا مليون واحد بيبعت لي كل يوم عايز يبدا في المجال، عايز يبدا في الجيم وبتاع، ويعني بيسالوني ايه نصايح او الحاجات اللي هو ايه يفهموا الدنيا عامله ازاي. المشكله ان المجال ده يعني من بره يبان سهل، بس هو من جوه الموضوع اكبر بكتير قوي من التكنيكال سايد بتاعت ان انت تفهم في التمرين وتفهم في الجيم، ان انت يكون شكلك حلو وتكون بتفهم في التمرين. انت كمان لازم تكون سيلز شاطر جدا، تعرف تبيع نفسك للكلاينت اللي قدامك ده من غير ما تبان انت بتبيع نفسك، لان انت ما بتبيعش منتج معين، انت بتبيع يعني هيئتك وشخصيتك، ان انت ايه اخر انت شاطر وهتنفعه وهتعرف توصل له اللي هو عاوزه، تبيع ليه الحلم بتاعه من الاخر وتقول له انت اللي هتعرف توصله ليه. مواعيدك ولبسك وطريقتك في الكلام مع الناس، تفكيرك في البيزنس عامه، هو شغل يعني يا جماعه. بص هو شغل، هو مش حوار انت بتروح تقضي لك ساعتين ثلاثه في مكان تهزر وتمرن الناس وبتاع كانك بتمرن واحد صاحبك وهتروح، فاهم؟ لا هو الموضوع مش كده. انتوا مهتمين عايزين تعرفوا ستيب باي ستيب انا ازاي بدات في الموضوع، كومنتات بقى هبص عليها ولا هحتاج حاجه هرد عليه كده كده. غير اصلا انا كده كده يعني الطريق بتاعي والسكه اللي انا خدتها انا مصور كل حاجه من الاول، من اول يوم انا بدات فيه ان انا بتمرن في البيت، وبعد كده رحت الجيم، بعد كده اخدت الكورس بتاع اي اس اس اي وبدات اشتغل في الجيم. كل حاجه كل حاجه انا مصورها ومنزلها على التيك توك هتلاقيها، ومش على التيك توك بس، ده كمان ممكن تلاقيها على الانستجرام واليوتيوب عادي. طبعا انا بالنولج بتاعتي الموجوده دلوقتي دي انا كنت ممكن اخد كل اللي عملته ده في نص ولا ربع الوقت، بس هي فكره انت بتتعلم وانا لسه قدام الوقت كتير يعني.